السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم في كل بقاع الأرض من مشارقها إلى مغاربها. تعالوا النهاردة نشوف مع بعض فيديو لمرتضى منصور، وهو بيشتم أو بيتكلم على شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وعمرو أديب ولميس الحديدي. تعالوا نشوفوا مع بعض قال عليهم إيه، نتابع الفيديو مع بعض وبعدين نعلق سوا ونشوف. بص يا سيادة المستشار، إن شاء الله مصر مش هيجرى على حاجة ولا يحصل حاجة يوم 11/11 ولا من الكلام ده كله. ده سيبك من الكلام ده كله. ده مش انت بس اللي وطني، كل من عاش على أرض مصر وأكل من خيرها وشرب من نيلها وطني. بس هو بس اللي مزعل الناس ارتفاع الأسعار وزيادة الأسعار، وبعض التجار الجشعين اللي هم بيحاولوا يستغلوا نقص السلعة، أو زي موضوع الرز وزي موضوع يعني مثلا ما ينفعش السكر يوصل 18-19 جنيه بيبيعوه بعض التجار. علبة السجاير إذا كانت مسعرة ب20 ولا ب21 بيبيعوها ب23 بعض التجار. اللحمة يا فندم وصلت من 170 لحد 250 جنيه ببعض المناطق. فده اللي مزعل الناس، إنما محدش هيسمح لأن الدولة المصرية حد يعمل لها حاجة، ولا تقع تاني، ولا أسام تتحرق زي الناس ما بتقول، ولا حد يقدر يعمل حاجة. ربنا قال ادخلوها بسلام آمنين. مصر بلد المؤمنين، مصر بلد السلم والسلام والأمن والأمان دايما إن شاء الله محروسة يا مصر. ما تحاولش الزايد على إنك أنت اللي خايف على الناس. أنت يا فندم مهما الأسعار تغلى ولا تزيد ولا معلش، يعني ربنا يزيدك من نعيم الله. أنت عندك يعني ما يكفي 4-5 أجيال لقدام، ربنا يكتر عليك نعمك. يعني لا يهمك الكيلو اللحمة إن شاء الله يوصل 1000 جنيه حتى، مش هيهمك حاجة ولا يشغلك الموضوع ده بشيء. ربنا يبارك لك. الأموال جاية من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، اللهم صل على النبي. يعني مش هتتأثر بحاجة، اللي يتأثر بحاجة الناس الغلابة. فأنت ما تحاولش تزايد وتقول الأسعار ومش الأسعار ومدارس ومش مدارس والكلام. انت يعني حاسب الناس دي. بيقول لك في مثل بيقول لك ما يكرش ظهرك غير ضفرك. الناس الغلابة بس هي اللي تحس بالكلام ده سيادة المستشار. يعني وانت ثانيا يعني انت ما لقيتش يعني حد تشتمه او حد يعني تسلى عليه. جايب لي موضوع شيرين ولا موضوع حسام، واحنا مالنا ومال شيرين وحسام؟ وايه اللي دخل حسام وشيرين في الرياضة؟ وانا مالنا؟ ما تشرب تشم. دي فلوس جايه بالشمال رايحه باليمين، ولا جايه باليمين رايحه بالشمال. فلوس غنى، انت ايه اللي شغلك بيها؟ اتكلم كلمتين يفيدوا الشعب، بدل ما انت عمال تقول امك ويخرب بيوتكم وشيرين وحسامه وجاتني وما جاتني. احنا مالنا يا عم؟ امال الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كل شويه عمرو اديب لابس ساعه ب1,000,000 جنيه ومراته لابسه الماظ وبتاع. يا عم سيب الملك للمالك. ربنا هو عاوز كده، ربنا عاوزه يبقى غني زي ما انت ربنا عاوزك يبقى كده. ما هو لو ربنا مش عاوزك يبقى كده وتطلع تشتم في الناس، تقول على الناس كلام ما حصلش والكلام ده كله ده، ما هو ربنا عاوزك كده. ما هو ربنا بيقول للشيء كن فيكون. لو ربنا مش عاوز الشخص ده يعيش على الحياة، او في لحظة هياخده عليه عملية نفس، في ثواني بيطلع ما بيردش، خلاص الانسان بينتهي. ربنا له في ذلك حكم. انما الحمد لله انك في الفيديو ده يعني الحمد لله يعني ما شتمتش الخطيب ولا شتمت الجرح ولا شتمت الضماطي ولا شتمت ممدوح عبد الحميد ولا ابو العينين ولا احمد موسى ولا الشخصيات اللي انت ايه، ولا اسلام الشاطر اللي انت بتمسك ايه تتسلى عليهم كل يوم. احتمال يوم الخميس ان شاء الله باذن الله اكيد يعني مخليهم ليوم الخميس، يعني موفر الشتيمه ليوم الخميس انك تطلع تهاجم عليهم. ماله الخطيب؟ يعني انت الفيديو اللي فات كنت فين يا خطيب؟ كنت فين؟ كان فين هو الخطيب؟ اشرف لا مش هقول اشرف منك، عيب عشان ما ترفعش عليه قضيه. الخطيب اشرف واحد من الاشراف. الخطيب ده يعني ايه هقول لك انا؟ الخطيب اللؤلؤه الذهبيه اللي لسانه عمره ما طلع الغلط، اللاعب الوحيد اللي عمره ما اتطرد، اللاعب الوحيد اللي لسانه عمره ما طلع لفظ مش كويس، لفظ. اللاعب الوحيد اللي عمره ما اشتكى منه احد، اللاعب الوحيد او الشخص الوحيد اللي عمره ما زعل منه حد. ده الخطيب اللي انت بهدلته وخدت عرضه. اي واحد، اي انسان، كل الزملكاويه اقسم بالله العلي العظيم ما فيه زملكاوي بيكره الخطيب غيرك. عارف ليه؟ لان انت
ضغط 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 ضغط، وكنت عاوز تضغط عليه بأي طريقة عشان يطلع يتكلم عليك. عمره ما اتكلم كلمة عليك، ولا عمره جاب اسمه على لسانك. هو ده الصح اللي عمله. عارف ليه؟ لأن احنا وراه، بندافع عنه وندافع عن نادينا لحد الممات، لحد نقطة دم وعرق هندافع عن نادينا. مش هنسمح لك توقع النادي الأهلي. انت عاوز تبقى مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور هم اللي على الحجر، هم الدولة المصرية، هم كل شيء، هم الإعلام، هم الرياضة، هم السيادة، هم الوزارة، هم كل حاجة في مصر. ساعتها والناس تعمل لك تعظيم سلام زي علاء مقلد. لواء علاء مقلد لواء، ومرة قبلك في المطار عمل لك تعظيم سلام. قلتم ولا صوت ولا اعمل ايه بس، ولا اشرب سم يا فندم. هاني زادة عشان خالف طوعك نازل فيه ونازل شتيمة فيه وفي ابنه والحرامي. مش علاء زادة ده سعادة المستشار اللي كنت بتصفره بره لما غيرت الدولارات، والدولار كان ب 8 جنيه، وكنت حاطط الدولارات في النادي والدولار كان ب 8 جنيه، ورحت غيرتهم في السوق السوداء لما الدولار بقى ب 17 جنيه و 18 جنيه، وخدت الفرق وخليت علاء زاد عمل الموضوع ده. ولما باحث الاموال العامه والنيابه حبت تقبض عليه صفرته بره وخليته قعد 8 شهور في الخارج، وكنت بتبعت له فلوس مصاريفه ومقعده في اوتيل في فرنسا ومره في مش عارف فين، والفريق يسافر هنا تبعته مع الفريق. كل ما يسافر الفريق في اي حته الرئيس بيحسب، وما خلتهوش جه مصر. ورحت انت بنفسك دفعت له 25,000 دولار ولا مش عارف دفعت كام في النيابه في قضيه تانية. مش هو علاء زاده ده؟ مش هو هاني زاده قصدي، لان اللي انت بتدافع اللي انت ماسكه وعامله مرمطون. ما انت اللي علمته كده، انت اللي علمته يكون كده. حتى لو هو خد فلوس من النادي وحطها، لو هو سمسر انت اللي خليته كده. هو مشكلته الوحيده، انت عارف انت طلعت في القطط الفطسانه ليه؟ عشان انت لما ما خدتوش معاك في القايمه ونزل قبالك في الانتخابات. كيف وكيف انه ينزل قبال مرتضى به في الانتخابات؟ كيف وكيف كنت عاوز تاخدها بالتزكيه. احمد سليمان ما ينزلش، ده ما ينزلش، ممدوح عباس ابنه ما ينزلش، وصلى على سيدنا محمد العتال ما ينزلش، وتيجي الناس تروح تعمل جمعيه عموميه مرتضى فاز بالتزكيه، وتقول انا اتذكر لان ما حدش استجرى ينزل في الانتخابات قبالي. مش دول اللي كنت عاوزه؟ مش هم دول اللي كنت عاوزهم؟ عموما اشتم براحتك، واللي يعجبك اعمله، والبلد بلدك يا فندم، وربنا يسهل لك ويديك الصحة ويقدرك دايما على فعل الخير زي ما انت بتعمل كده. ما هو اللي بتعمله ده فعل خير، الناس بتكسب ثواب من تحت ايدك ومن تحت لسانك. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله، امنين سالمين، على قبر الرسول زائرين في رعاية الله.